السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكما عودتكم دائما وخا تعطلت عليكم شي شويه في الفيديوهات وداكشي. كنت طلبت واحد الكوموند من جوميا واول مره نتعامل معاهم، وغادي نشوف الطلبيات اللي جاو لي وغادي نفتحهم معاكم ان شاء الله. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي، تفعلوا الجرس باش تتوصلوا اكيد بكل جديد فوقاش ما نزلته. يلا خليكم مع الفيديو ونشاهدوا جميع المنتجات او المستحضرات اللي انا خديتهم من عند جوميا، واخا ماشي كاملين حيت تلاقيت الولد اللي وصل لي السخره وقال لي بلي طلبيه ماشي مكموله. المهم ابخي غادي يجيب لي السخره اللي بقى لي. يلا على بركه الله ونبداو نفتحوا معاكم. يلا اللي كتجينا كيقولوا مفيده للبشره. هذه جميع دائما كتجيبها في الحاجات ديالها. هذا الباك اللي كانوا عاملين فيها عرض ديال 75 درهم. نفتحو قدامكم، ها هو كما كتشوفوا. دابا غادي نفتحو. ها هو كاين عندي هذا الكولاجين، كريم الكولاجين. هاد الباك هذا خديته ب75 درهم كما كتشوفوا. والكولاجين كما هو معروف عند العالم انه مفيد للبشره ومزيان للبشره. هذا ماسك الفحم، قناع الفحم. هذا على فكرة البنات، هذا انا كناخذه ب60 درهم 70 درهم بوحديته. هذا باك كما كتشوفوا كامل ب75 درهم. هذه على شكل فندوته د الشمس حتى هي كتعاون. نشوفوا هالباك الاول، شوفوا الطلبيه الثانيه. هانتوما البنات، دابا نشوفوا الثاني مشات فتحاتو ماما وجات باش يجيها ساهل. هانتوما هاد الملح ما عرفتش غنعمل بها. وقيلا غادي نعاود فيها البيع. المهم ما علينا، كنضحك معكم وصافي البنات. هذا كريم بالعسل، كنخدم بواحد اليد وكنصور بواحد اليد. ماما قطع هذا. هانتوما هذا الغسول المغربي بالعسل، حتى هو مزيان البنات. المهم انا ملي غادي نجربو طبعا غادي نقول لكم النتيجه كيفاش عامله. وهذا باك الثاني، ماما مسكينه ما حانته معايا كتفتح في باش كيجيوني ساهلين. قلت لكم هادشي هذا ما نعرف شنو غنعمل به. هنا خديت واحد الكريم، هذا البنات كيبيض البشره. انا غادي نستعملهم ابخي نوريكم النتيجه واش فعاله ولا ماشي فعاله. باقي هنا عندي هذا. تقلوا الكرتونات غير بهذا. الملح تقريبا بحال الملحه الحيه. ها نتوما كرتونه قداش باش كيتقلوها. كيعملوا فيها الملحه، وهو كاين غير هذا.
تقطع هنا. هانتوما هذا الزيت، من بعد عاود نقول لكم الاستعمال ديالو. ها هو، وباقي لي هذا ماما سبقتني وفتحاتو، حتى هو كذلك فيه داك الملح. هانتوما زيد قطع هذا من هنا. انا خديت ديك المشطه هذه سبقت اختي شراتها، وصراحه صدقت لها غزاله، عمليه بزاف البنات، كنصحكم بها حيت انا جربتها مع اختي، شي حاجه الصراحه رائعه وهائله وعمليه في نفس الوقت. وكتسهل عليكم بزاف البنات، وكذلك كتخفف عليكم حتى في الفلوس ديال الصالونات. هذه سيكادور في نفس الوقت مشطه، سيشواغ في نفس الوقت مشطه عفوا. هانتوما صدقوني البنات والله لا رائعه رائعه. اختي انا قلت لكم عن تجربه، هذه اختي مجرباها غزاله وما قدرش الشعره. وهادو هما المنتوجات اللي خديت من جمية كما، وهادو هما المستحضرات اللي انا خديت من عند جمية. دابا غادي نوريكم كل واحد بوحدو، وغنقرا لكم الحاجات اللي كاينين هنايا باش تعرفوا كل منتج شنو هو الغرض منه. كما كتشوفوا هنايا هذا مبيض ومرطب في نفس الوقت، وكيحيد الميلانين، وكيخلي البشره ديالنا رطبه بزاف، وكيخليها مشعه وباهيه كما مكتوب تما. طريقه الاستعمال كذلك مكتوبه في الكرتونه ديالها. ها انتم البنات، نتمنى يكون باين عندكم. هذا السيروم ديال الوجه، وكاين كريم عاوتاني ديالو كولاجين هانتوما كما كتشوفوا. وكنشوف بزاف البنات مستحضرات د الحلزون كيستعملوها بزاف في منتجات التجميل. هانتوما المهم في الخلفيه ديال الكرتونه غادي تجبروا جميع اللوازم اللي خصكم تعرفوها على المنتج، طريقه الاستعمال وكل شيء. هانتوما فيه 80 غرام. ها الشكل ديالو. طبعا غادي نجربهم وغادي نقول لكم النتيجه كيفاش عامله، واش ننصحكم به ولا لا. المهم هذا من بعد غادي نجرب هذا الشيء كامل. هذا طبعا غني عن التعريف البنات، اللي هو ماسك ديال الفحم. صراحه غزال، هذا انا كنستعمله بزاف، ما كنستغناش عليه، دائما عندي في الدار حيت صراحه مزيان. قناع اسود للوجه، هذا كيحيد لنا الرؤوس السوداء. طبعا كتعرفوها البنات، وطبعا اكيد غتكونوا عارفين الثمن ديالو في القيسريات او في المحلات اللي كيبيعوا فيها لوازم المكياج وداكشي البنات. ها نتوما صراحه هذا حتى هو في متناول الجميع، وكيعاون بزاف وكيخلي البشره ديالنا نضيره. كذلك من بعد اي حمام او بخار للوجه كنستعملوا هذا الماسك هذا الفحم. وجا مع هذا الصغيور هذا، زعما يقدر يكون عندكم في الصاك او تكونوا خارجين شي مطع مثلا كديوه معاكم. وعندي هذا الغسول،
انا غادي نجرب هاد المنتوجات كامله البنات، من بعد غادي نقول لكم النتيجه ديالها. انا قلت لكم اي برودوي او منتج كتبغيو تستعملوه الا وكيكون مكتوب فيه طريقه الاستعمال والمده اللي غتقدر تحتفظ بها. واحد الحاجه كنصح بها البنات بزاف بزاف بزاف، اي منتوج او اي برودوي كتشريوه او كتستعملوه على البشره ديالكم كيكون فيها هاد العلامه هذه، كنتمنى تكون واضحه. شفتوها؟ هذه فيها 24 شهر وكيتقضى المنتج، كتبدا تحسب المده ديال الاستهلاك ديالها او مده صلاحيه المنتج ديالك من بعد فتح العلبه. هانتوما اي منتج فيه هاد العلامه هذه، كنتمنى تردوا لها البال البنات. عرفتي هذه غادي يكون واقيلا مكتوب فيها هنا، غادي نشوف ضروري كيكون عندهم المده الاستهلاك. هذه ما لقيتش فيها البنات، هذه ما كايناش ولا نكون باقا ما شفتهاش. هنايا ها هو التاريخ، ما تديوش عليا البنات التاريخ كيعورني هذه ها هي حتى 2025 شهر 6 عاد باش كتنتهى مده الصلاحيه ديالها. وكذلك عندنا هذا حتى هو، اي منتج خصكم تردوا البال البنات كيكون عنده مده الصلاحيه، وكاين اللي ما كيكونش فيه التاريخ. انا قلت لكم كتجبروا على هذا الشكل هذا، كنتمنى يكون واضح في الفيديو. ها هو هذا هنايا، هذا كتقول لكم ابتداء ما فتح العلبه اللي عاد تستعملوا فيها المنتج كتبقاو تحسبوا. دابا هنايا كاين 24 شهر كما قلت لكم. هذا حتى هو غسول، هذا الغسول مزيان البنات، هذا انا مجربه واخا ماشي بحال هذا، انما الغسول ديالنا البلدي المغربي طبعا غني عن التعريف، عنده مزايا جميله جدا ومتعدده للبشره ديالنا. هادشي كامل انا غنستعملو عليها فتحته. دابا هذا خصني نبقى نحسب له 24 شهر، صراحه مده طويله يعني. كاين هذا عاوتاني هاد السيروم. هانتوما اي حاجه بغيتو تعرفوها على المنتج ديالكم الا وكتكون مكتوبه خلف العلبه. هانتوما جميع المعلومات اللي غادي تفيدكم. هذا واقي شمسيه البنات حتى هو بالكولاجين. صراحه هادو ما غادي يعاونوا بزاف حيت هو باك كيمشي مع بعضيتو. هانتوما وهذا طبعا خديته، هذا كيبيض الجسم. هذا كما قلت لكم البنات ركزوا غير على المده صلاحيه كل منتج كتاخذوه وكتستعملوه في الوجه ديالكم او الجسم ديالكم بصفه عامه. كما كتلاحظوا هنايا 6 ام يعني 6 اشهر ابتداء من فتح العلبه. كاين البنات اللي كيعرفوا هذه المعلومه وكاين لا. في الافاده افاده ماشي مشكل، ولا في الاعاده افاده المهم هذا كريم مبيض للجسم. هانتوما انا غادي نستعملو من بعد انا نرد عليكم الخبر واش ننصح به الاستعمال ولا لا. وعندنا كذلك هاد الزيت او هاد السيروم، هذا مصل لازاله الشعر بالنسبه للرجال ولا للنساء يقدروا يستعملوه. وهنايا هذا زيت فيه زيت الارغان وزيت اللوز وكاليبتوس يمكن ولا شي حاجه بحال هيدايا على العموم. حتى هو مفيد بزاف، وطبعا كنعرفوا زيت اللوز مفيد بزاف للصحه والبشره ديالنا، وزيت الارغان غني عن التعريف طبعا مفيد بزاف بزاف للجسم ديالنا والبشره ديالنا. كذلك كيستعملوه في مواد تجميليه. وهادو هما المنتجات اللي خديت. كنتمنى يكون الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك ودعموني. اي حاجه بغيتوا تعرفوها او اي حاجه بغيتوا نعملها لكم خليوها لي في التعليق ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم في امان الله، وكنبغيكم بزاف.